ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنصور فيديو بقى اهو من المحل، واحنا بنعمل طقم سرير جديد. الملايه دي روز، ده هيتحط عليها تل مترين تل، وهيتحط عليها كنار انا متخيلها صراحه ان هي تبقى جميله، والكنار الرفيع ده برضو هتبقى جميله قوي. هنبتدي دلوقتي، احنا عاملين دي مترين، اللي هي الملايه مترين ونص. القرص بتاع الملايه نفسها مترين ونص، ومتر وستين المخدات، سبعين اللي هي الحدودية. هنتني اول حاجه الحروف. انزل بس التليفون شويه شغال. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم على سيدنا. هنتني حروفها كلها. يا وليه عامله ايه؟ هنتني الملاية كلها من حروفها. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. قبل ما ابدا اقول اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، واقول لايك 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 يعني اعملوا لايك وفعلوا الجرس واشتركوا في القناه عشان يوصلكم كل جديد. احنا معانا اللون كده. دي ملايه 5 متر. اول حاجه بقص القرص مترين ونص، والمخدات متر وستين، والخدودات 70. هنحط فيها الدوبير الطوب بتاعه ب200 جنيه، في 9 متر ونص، جميل خالص اهو. وده الرفيع هيتحط على التل، وده مترين تل، العرض بتاعه متر ونص. هنبتدي نتني ايه الملايه. عايزه اقول لكم ان سعر القماش اللي هو المصري، يعني اعتبر المخلط بقى ب 33. هو بيقولوا لنا ب 34 35، بس احنا بناخده منهم ب 33. طبعا في المحلات بيبيعوا ب 33، لكن اللي قاعدين بره عشان خاطر الايجار اللي بيدفعوه والكلام ده كله، فبيبيعوها ازيد من جوه بجنيه. فيعني كل حاجه اسعارها اترفعت، بس الحمد لله على كل شيء. ربنا بس ايه يدخل علينا شهر رمضان ده ما تكونش الاسعار مولعه، يعني لان كده الناس مش هتعرف تشتغل، ولا احنا هنعرف ايه نمشي حياتنا يعني. بس يا رب يخش علينا الشهر ده ربنا يفتحها علينا. على فكره ان انت تدخلي كله في المرايه برضو فكره جميله، هو بيدي منظر حلو، وفي نفس الوقت برضو بيكون الملايه شكلها جميل.
هو الأحسن إن إحنا بنعمل أوفر، بس أنا بس يعني إيه، عشان الأوفر طبعا إيه فيها عطل دلوقتي، فمش عارفة إن أنا أعملها، ف بتنيها يعني بنعملها أوفر بس بنتني تانية بسيطة من على الوش. عايزة أقول لكم الحمد لله، عايزة أقول لكم إن الأسعار تحت، والله أنا عايزة أخدكم، بس الأسعار تحت صح رهيبة رهيبة جدا. والله أعلم بقى شهر رمضان هيزيد علينا الأسعار فيه ولا مش، ولا هيرحمونا يعني، ولا يعملوا إيه، الله أعلم، فربنا هو الواحد المستعان. يعني ساعات بقول الله يعين كل واحدة على حالها، والواحدة اللي معاها 4 بنات 5 بنات الله يعينها على حالها والله. لو جابت لهم 15 ملاية ب 500 جنيه الملاية و600 و700 جنيه كتير قوي كتير قوي والله. يعني الواحد برضو بيقول الله يعينهم على حالهم والله. كده احنا ايه تنينا البورسل بتاع الملاية كله، الدوران بتاع الملاية كله. هنيجي بقى احنا هنا التل دوت، انا جايبه مترين، انا بقى مش هاخد عند الحته ايه، مش هاخد من عند المترين، لا انا هاخد من عند العرض 1.5 متر. لازم نسويه لان التل بيبقى رقيق فبيجي معانا شمال ويمين، فلازم نسوي فيه. بصوا هنعمل يعني بتاع ايه نص متر الطول بتاع الكورنيش. احنا طبعا عايزين 3، يعني هو عرضه 1.5 متر اهو، احنا التلاتة هنقص 3 فروع ماشي. صم البيضان اللي معقولة دي قد كده. هنقص ال3 فروع اهمت، واجي من هنا كده ايه اقوم عامله فاصله اهو، قصه الحته الزياده دي اللي هعمل منها شكل الخداديه يعني، دولت اهم. قصيت انا بتاع ايه 50 نص متر 50 سنتي اه، قصيت 3 حتت هوصلهم بقى ايه في بعضيهم. هقوم ايه موصله دي في دي، واقوم ماشيه ايه عليهم بالمكنه، يعني اوصل كل 2 في بعض. اجي انا وصلت ال2 في بعض، في حته تالته بقى هاجي برضو ايه واخده طرفها، الطرف من هنا ومن هنا، واقوم ايه موصلها برضو اهي، اوصل دي في ديت اهي، واقوم عامله ايه تانية
اهي. اصبحت انا عملت ايه، وصلت كله ببعض. هقيس بقى ايه، هقيس عرض الملاية، الحتة الأطول ولا الحتة اللي هي المترين ونص. هقيس برضه من الطرف التاني. لا هاخد بقى ايه هنا، اللي هي المترين ونص اهي. اقوم ماشية ايه كده، هشوف التل معايا برضو، بس وانا بعمل ابص على الحتة اللي انا تانياها هي فين. هجيبها بقى كده من اول الطرف بتاعها عشان اعرف امشي عليه ايه عليها اهي. هاخد انا ايه كده، احط الطرف ده على ده اهو، احط ده على ده واتني من هنا في الجنب، اتني تانية اهو، وامشي بقى ايه على، يعني اسيب بتاع نص متر من على حرف الملاية، وامشي بقى ايه عليه بالكرانيش، اكنش بقى، ما اسيبهاش كده ماشية تحت، لا هكنش. اعمل كرانيش لحرف الملاية. طبعا التل دوت كل ما انت بتزودي له كرانيش وكل ما بيكون اجمل، بس عشان نزود الكرانيش لازم ناخد لنا في وشنا 3 متر. طب لا على ايه، احنا متر ونص برضو، وهيحل الملاية وهيخليها حلوة برضو مش ايه، عشان برضو تبقى ايه ضيع الطقم بسعره مهاود، وفي نفس الوقت ايه تكلفته برضو هي، وفي نفس الوقت ما تجيش على الزبون، لان احنا حاسين ان احنا اللي بنيجي عليهم، مش الغلا بتاع البلد اللي جاي، لا احنا اللي بنيجي انا حاسه كده. لما اقول للزبونه طقم السرير عامل 450، بحس ان انا اللي باجي عليهم، مش الغلا هو اللي بيجي عليهم. ربنا يطلعنا منها احنا بقى كلنا على ايه، على خير ان شاء الله. الوبر بتاع القماش بيخش في كل حته، في عينينا ومناخيرنا وبزورنا كمان. الحمد لله. لازم انا وانا ماشيه من هنا ومن هنا اظبط، واجيب الكورنيشه على الطل واشوفها ماشيه ازاي معايا، عشان ما يبقاش في حته عوجه وحته طالعه وحته نازله، بضطر ان انا افك تاني واتعب نفسي تاني. طب وعلى ايه، ما انا انتبه وانا شغاله، انتبه عليها. اهي بتفرجي كده، بتفرجي الطل على هي الحته اللي هي ال 50 سم دي، وتشوفي الاتجاه جاي كده كله مع بعض ولا لا. الوبره بقى، معلش سامحوني، الوبره بقى دخلت في زوري. انا لو قلت لكم الوبره دي كميتها بتبقى، واحنا بنقص القماش بتبقى كميه كتير والله.
كده انا ايه، حطيت الكل على الحرف بتاعها. حاجه اشوف الدنيا مظبوطه معايا ولا ايه. قبل ما احط ايه. لا حلو. لا لقيت الدنيا مظبوطه معايا. اجي بقى انا ايه، اخد النص متر اللي انا عملته اقوم حاطه عليه من الحرف من فوق ايه دوت. ماشي. هو برضه هيبقى جميل 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 جميل. اي حاجه في الدنيا بتحط لها شكل، لو هي قدامك مش حلوه وحطيت لها اي حاجه جملتيها بيها بتبقى جميله. فانا عايزه اقول لكم انا بعشق حاجه اسمها كلف. يعني ممكن اكون رايحه اجيب حاجه اقوم جايبه حاجه خالص مختلفه عنها خالص، ولقيت كلف قدامي حلوه عجبتني وانا ماشيه بقوم جايباها. بعشق حاجه اسمها كلف والله. هما ساعات بيقولوا لي الطقم عامل 450 ليه؟ عامل 450 عشان حاجته غاليه، مش بحب انا استرخص. انا كمان يعني معروفه في منطقتي اللي انا فيها، انا ما بحبش استرخص الحاجه اللي قدامي. طالما حاجه هتخلي الشغل حلو والطقم يتكلم عن نفسه مش هعمله. بمشي على الجنب، الحته اللي في الجنب معايا، ارجع تاني اعيد على اللي فوق وانا ماشيه بقى، اقوم ماشيه ايه على الطرف ده عشان اقفله معايا ما اخلوش حته مفتوحه مني. يعني اهم من الشغل التقفيل بتاعه. همشي انا كده بقى واقعد بقى وانا ماشي اساوي عشان مفيش حاجه تطلع معايا كده، يعني معوجه من هنا ولا من هنا. طول ما انا ماشيه اساوي. كده انا قفلت ايه حرف الملاية اهو. اجي بقى من هنا اعمل ايه، اخيط الحته بتاعت الشوفون اللي في الجناب، ما اسيبهاش كده بتنيها وبخيطها. واجي من هنا اقوم ايه جايبه الامور ده. بحب كلف قوي والله العظيم. تقولوا لي ايه في الدنيا بتحبيه؟ وانا ابقى ماشيه كده بغاويه حاجه اسمها كلف، غاوياها.
مش هتصدقوني لو قلت لكم انا نفسي اروح اعيش في ستيل. اجي بقى هنا كده اقوم واخده ايه ده اهو الصغنن، اقوم واخده طرفه من هنا اهو، امشي بقى ايه عليه. الله 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 على جمال، على جمال الملاية دي. يا رب يعني يبارك لاصحابنا، يا رب يبارك لهم يا رب، يبارك في اصحابنا ويبارك لهم فيها. يلا معلم. لو عايزه اقول لكم وانا ماشيه على الملايه جميله جميله جميله، ما شاء الله، الله اكبر، ما شاء الله. على فكره الحاجات الرقيقه دي بتبقى جميله جميله حتى في فرشها، حتى في الفرش بتاعها. خلصت اهيت ملاية السرير. استنى اهو كده الطقم خلص اهو، بصوا الملاية دي كده خلصت اهو. والله هي على الطبيعة جميلة 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 جميلة. وبرده انا هعمل لكم فيديو بالخدادية ورا ده على طول، يعني الفيديو اللي جاي بعد ده بالخدادية ان شاء الله، بالخدادية. والله العظيم لو قلت لكم ما عايزه اقول لكم بقى، ما تنسونيش بقى لايك، فعلوا الجرس عشان توصل لكم كل جديد. يلا اشوفكم بخير.